مرحبا حبايب قلبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. طبعا رجعت لكم بعد غياب تقريبا شي 10 ايام. اول شي انا بعتذر كتير 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 على التاخير، حقكم علي. بصراحه كنت غايبه على السوشيال ميديا، كيف بدي لكم، كل المواقع سناب شات، تيك توك، يوتيوب. كنت غايبه صار لي شي 10 ايام. طبعا مثل ما بيقول مثل غايب عذره معه. حبايب قلبي، اذا انتم عن جد عن جد بتحبوني وحابين اني انا ضل متابعه باليوتيوب، بدي محبتكم ودعمكم لإلي بقناتي سوسو هوم. طبعا هذا الفيديو رح ينزل على سوسو هوم وقناة العائلية. بصراحة صار لي 10 ايام غايبة، بس ما شفت حدا بعد كومنت. ما في غير زويا، مشان ما اظلمها. ما في غير زويا بعتت انه سمر وينكم، طمنونا عنكم خير، ليش ما بقى صورتوا، شو صاير معكم كذا. يعني عم تحسسوني بصراحة. أنا لإلي أنا كوني أنا بحبكم كتير، وبتعرفوا أنا من طبيعتي ما بقصر بشغلي. طبعا أنا بعتبر اليوتيوب شغلي أو سناب شات شغلي. أنا بالحالة العادية ما بقصر يا صبايا، بس الظروف إلى أحكام. طبعا كلكم بتعرفوا الظروف، وهلا بنحكي بهالموضوع كله. بس يا حلوين، بدي محبتكم، بدي تورجوني دعمكم، محبتكم لإلي، انه سمر ايه نحن معك. نحن بدنا اياك تكملي بالطريق، نحن بدك يعني بصراحة. يعني صار كيف بدي لكم 60% اليوتيوب صار عندي مثل وهم. يعني كأني ما بصور، كأني ما بشارك بشيء او هاي، لانه ما عم بشوف هالتفاعل لا بقناتي ولا بقناة العائلة يعني. لهيك يا صبايا، إذا بتحبوني عن جد بدي منكم تابعوني وتسمعوا مني كلمة بكلمة وتعرفوا ليش أنا كنت غايبة، وتدعموني بالكومنت الحلو. دعوة حلوة منكم، دعوة الغريب مستجابة. الله يكملها معي بخير وسلامة. طبعا يا صبايا أنا مريت بظروف كتير كتير صعبة. الشهر الثالث كان كتير صعب علي، كتير لدرجة إنه أنا صرت ما بقدر أشتغل شيء. طبعا يا صبايا هلا بدي أقوم أعمل فنجان قهوة أشرب أنا وأنتو قهوة وبنحكي. بس لنحكي شوي قبل ما نبلش يعني نتسلى أنا وأنتو. بصراحة أنا صار لي 10 أيام غايبة بسبب وضعي الصحي. أنا الشهر الثالث كان كتير كتير صعب علي. الحمد لله الحمد لله، بشكر الرب إني خلصته. بس كان كتير صعب علي، مريت بظروف ما بقدر أطبخ، ما بقدر أحمم الأولاد، ما بقدر أساوي شيء. مو لأنه أنا حامل أو أنا بدي أمرض حالي أو أنا بدي أتدلل، لا لا لا. أنا شخص كتير كيف بدي لكم ما بحب المرض. الحمد لله، بشكر الرب على كل شيء. بس يعني جسم، هذا جسم خلص. كل ولد مثل ما بيقولوا البطن بستان، كل ولد شيء. هلا انا بروزي تاني يوم، وقت اللي ولدت بروزي تاني يوم قمت عم بغسل عادي، كان عندي غسالة حضور عم بغسل. بس هذا الحمل عن جد كتير كتير كان صعب، ولحد هلا انا عم باخد الحب المثبت. واللي صار معي اكثر من هيك انه وقت قلت لكم، ما بعرف اذا بالفيديو اللي قبله قلت لكم انه ضغطي عم ينزل على 9، عم ينزل لل9 على 6. طلع سبب الدوخة عندي، وعم ينزل ضغطي بسبب حب المثبت. يعني شوفوا قديش عانيت. يعني جبت علبتين حب مثبت، وبعدين ابر، بعدين كتير كتير فتنا بشغلات، لانه وضعي كتير كان تعبان، وضعي ما انه مستقر. ومثل ما قلت لكم انا بسبب عين، وانا متاكده من هذا الشيء، بسبب عين. بشكر الرب على كل شيء. بس اللي صار انه انا كتير تعبت، نزلنا على راس السنة بصراحة، بس ماني قدراني اصور شيء ابدا. ليش؟ لانه انا سمر قاعدة هيك ما بقدر اتحرك. يعني حتى الحكيم قال سمر بدك، يعني قال لي اذا بيجيكي عالم ما بيجيكي عالم ممنوع تتحركي، يعني بدك تضلي قاعدة. اذا ما ضليتي هيك قاعدة بدك تتشطحي انه تقومي تشتغلي كذا. قال لي اذا زاد عندك الشغل، مثلا جلي بتجلي الجلي على وجبتين كذا. يعني كتير مرق علي شهر كتير صعب، وانا هذا الشهر الوحيد اللي قصرت فيه بقناتي وبالقناة العائلية. نفسيتي كتير تعبت بصراحة. أنا بالعادة بتسلى مع الصبايا على سناب شات، بنحكي بنتساير، كيفكن، شو عملتوا اليوم أكل كذا. هاي ما بقى في هذا الشيء أبدا، لأنه أنا تعبت نفسيتي كتير، مو شوي. يعني أنا لا عم بقدر أطبخ، بشوف حبيب حرام قام عمل أكل للأولاد، عمل لي أكل، والأضرب من هيك أنا صايرة ما عم بتقبل الأكل. شلون؟ أنا الحمد لله بحب كل شيء، ما بقول على هذا بحبه هذا ما بحبه. بس في فترة الحمل الفروج كتير عم بقرف، وما عم بقدر اتقبله ابدا. ما عم بقدر اكل ابدا فروج. حرام حبيبي، المرة الماضية قام عملنا
فروج مع بطاطا كتير كتير طيبة، يعني ريحتها بطاطا سوفلي. والله بدي حافظتها أكتر. بس بصراحة أنا ما تبلتها. يعني اللي عم يزيد علي غير إني أنا وضعي تعبان، ما عم بقدر باكل. عرفتوا كيف؟ يعني إذا عم باكل من مثلا مثل هلا ماما، مثل هلا أنا مثلا بركي عادي، ماني تعبان كتير. وقت اللي عم باكل عم بتعب، عم بحس في تقلب بطني. مثلا بدي أعطس، عم يجاني الجرح كتير مو شوي. يعني أنا وقت اللي بدي أعطس صبايا بدي أقعد هيك، حتى إذا بكون نايمة. إذا بكون نايمة وحسيت بدي أعطس فورا بقوم بدي أكبس على الجرح هيك، على جرح السيزريان بدي أكبس على الجرح وأعطس. كتير عم بعاني من هالموضوع، كتير عم بتعذب من هالموضوع، ماني مرتاحة أبدا بالنسبة لموضوع الجرح. وزاد علي هلأ شو يا صبايا، زاد علي وجع الحوض. هلا أنا الحمد لله فتت بالرابع، تمام، صار لي هلأ 6 أيام بالرابع. اللي عم يصير هلا الرحم عم يتمدد، عم يكبر الرحم. شو اللي عم يصير؟ عم يضغط على الحوض عندي. بنام على اليمين بيجاني اليمين، بنام على اليسار بيجاني اليسار، صاروا الاثنين يوجعوني. لهيك انا ابدا ماني مرتاحه. بس الحمد لله برجع بقول الحمد لله. تعالوا نقوم نساوي قهوه ونحكي. تعي ورجيني اياها، صار لهم زمان ما شافوكي. ايه ورجيني اياها، هي عيني شو حلوه. ايه ورجيني اياها، شوفوا لي بنتي فلتت شعرها. هاي يا روزي، بس تتصوري على اليوتيوب؟ انا بعرفك بتحبي تصوري، ليش ما عم تصوري؟ طبعا بنعتذر اجانا اتصال. شوفوا هاي اجتها لروزي كادو من بابا نويل. في كادو كتير حلوة صح. شو رأيك السيارات نورجين اياها على قناة العائلية مو هون؟ تمام. هاي قناتي ايه حبيب وسمر. بس هاتي قولي لنا، ما اشتقتي تصوري؟ ليش ما عم تقولي لنا صوروا؟ ليش ما عم تقولي هيك تحمسينا انتي؟ لك ماما عم بنسى. تفضلي. المهم هاي اجت هدية من بابا نويل لروزي، وفي هدية تانية أكبر واحدة بالصالة. سيارة كتير حلوة، سيارة إلها وسيارة لذيذة، بس هدول رح خلي لكم إياها مفاجأة تشوفوها على قناة العائلية. بس لا تروحي المفاجأة. هلا تعالوا نساوي قهوة مشان تكمل معي. القاعدة تبع التصوير انكسرت. يا أمي طفيها يا ماما، طفيها حبيبي، عم بصور. القاعدة تبع التصوير تبعي انكسرت، عم بصور بوحدة قديمة مشان تكمل معي. صراحة أنا لقصة الشرب ما عم بقدر بشرب شي. يعني ما بعرف، عايشة حياتي بس لآكل وأشرب بس. لا عم بقدر بشرب شي، لا عم بقدر أطلع، لا عم بقدر بجي. والأضرب من هيك هلا هون بلبنان منتشر الفيروس الجديد، انتبهوا كتير كتير منه. انتبهوا على الولاد. أنا بصراحة إذا بدي آخذ روزي على المدرسة أبعتها على المدرسة. أنا حاطة دول بالجل، خليني أجريهم. الروس تبع الغاز. صغيرة. وين التغيير؟ مهم انتبه لكتير موضوع. بدي اروح مع روزي، بدي انتبه لكتير لهالموضوع. بدي اروح مع روزي على المدرسة احكي مع الآنسة، بدي اقول لها انه انا حامل. يعني بدي انتبه كتير لهالموضوع مشان اذا ما خرج هن ينتبهوا للولاد. انا ما بقدر القط الفيروس ابدا. هاتي وهلا نكمل يا صبايا. انا عم بحكي معكم قصة رجالي. حرام حبيبي اليوم رجع على الشغل، يعني خلص كمان هو يعني يعطل بما فيه الكفاية، ما بيقدر يعطل أكتر، لازم يرجع للشغل. رجع على الشغل. أنا بصراحة عم بشتغل شوي شوي، يعني ما قدامي غير أشتغل شوي شوي. نشكر الله على كل شيء، وبدي دعائكم يا صبايا. عن جد بدي الكل يدعيلي. إذا بتحبوني وعن جد حابين أكمل، خلوني أشوف محبتكم. إنه سمر لا ما بدنا إياك تتركي. يعني شوف مثلا أنا صار لي 10 أيام غايبة، لو أنا حدا مشكوك كنتوا صرعتولي. سمر ليش ما عم تصوروا؟ سمر وينكم؟ سمر شو صار معكم؟ كذا كذا. على فكرة كان قبل تفاعل القناة غير. يعني قبل كنا إذا غبنا يومين، تمام، إذا غبنا يومين ما صورنا إنه سمر وينكم؟ ليش ما صورتوا؟ ليش كذا. بس هلا ما بعرف شو اللي عم يصير، ما بعرف، مليتوا منا. بابا حابين تتابعونا ما بعرف، بس مع إنه أنا لازم أنتوا تتابعوني، لأنه هلا قربت حفلة جنس البيبي عشان أعرف شو معي.
لازم انتوا تتابعوني. طبعا ما بعرف انا صح سمنانه نحفانه، صار لي زمان ما صورت يا صبايا، خبروني انتوا نحفانه سمنانه مغيره عليكم ماني مغيره. انا مشتهيه المتة صراحه، والله مشتهيتها كثير بس ماني عم بقدر اشربها، ما عم بقدر اشرب المتة، لهيك حبيت حتى الصبح فقت ما شربت شيء، قلت بدي اخلي فنجان القهوه مشان اشرب انا وانتوا قهوه. عرفتوا كيف؟ جليت الجليات، حطيت وجبه غسيل بس كله تدريجيا. بدي لكم على البردات. صحيح صبايا ابد بتخلص الشتاء، انا شخص ما بحب الشتاء، انا شخص ما بحب الشتاء ابدا، بحب الصيف. ورازي بنتي طالعه الاقي ما بتحب الشتاء. تعالوا هلا نساوي القهوه. وقع من ايدي كان. المهم بدنا نكمل حديث. شو الغدا؟ الغدا اليوم امبارح عامله محشي بصراحه. امبارح عملت محشي، تعالوا شوفوا لي اياه ما اكلاه. شي فاخر على الارض. انا بصراحه تعودت على اصوات اولادي، ليك تعودوا انتو كمان. شوفوا ما احلاهم. يا عين كوسه وباذنجان. صدقوا امبارح يعني اذا بقلكم شلون طبختهم الله بيعلم. قعدت الصبح حبيب جاب لي اياهم، نحن وقاعدين عم نشرب القهوه حفرتهم انا وقاعده. ليش ما بقى قدرت اصور وصفات؟ لاني وقت اللي بصور لكم وصفات هلا بدكم تعودوا علي، اي وصفه بدي اقدم لكم اياها على قناتي بدي اصور اكون قاعده، يعني مثلا معجنات كذا ما بقدر اوقف وقفه طويله. اذا عم تلاحظوا علي نفسي عم يتعب. المهم حفرتهم انا وقاعده. في عندي جلي، قلت له حبيبي بدك تجلي انت الجليات لانه انا ماني قادره اوقف اجلي وبعدين اغسل المحشي. قام قال لي اوكي حرام. قام جلى الجليات امبارح، بعد ما خلص الجلي غسل لي هو الكوسه والباذنجان. بعدين انا اجيت بس طبقت الرز هون على المجلة، طبقت الرز ورحت قعدت وحشيتهم. يعني وقفه الصبايا ما عم بقدر، بردانه. عرفتوا كيف؟ جهزوا لي حالكم، جهزوا لي حالكم، انا متحمسه كثير كثير. شو بتتوقعي يا صبايا معي؟ بنت ولا صبي؟ انا ما بعرف، قلبي حاسسني بنوته. ان شاء الله يا رب يا رب. انا الحمد لله شو ما اجاني بشكر ربي على كل شيء، مهم خلقه تامه. ما بدي انه والله لا بدي هيك بدي هيك، الحمد لله على كل شيء. بنت رح حبها وصبي طبعا رح حبها، بس انا حابه بنت، بحب البنات. انا شخص بحب البنات كثير. عرفتوا كيف؟ وان شاء الله الله يبعث لي بنت والله يبعث لكل من مشتهي يا رب. يعني تفضلوا على القهوة يا صبايا. بصراحة أنا وقت اللي برجع بصور بحس هيك في شي، يعني هلا خاصة هلا بهالوضع، إنه الوضع البلد والمرض وهي ما عم بسترجي أطلع لمكان. ماما حبيبي عيفي لي إياها، عيفي لي إياها. عرفتوا كيف؟ عم بضل قاعدة بالبيت. المهم يا صبايا حليت المشكلة بين أولادي. بالفيروس اللي اجى ما عم بسترجي نطلع برات البيت، لهيك التصوير بريح لي نفسيتي شوي، عن جد عم بحكي. بس بدي محبتكم لإلي يا عمي، حدا يسأل عني يا سمر انت عايشة انت ميتة، قولوا لي وينك، ولك ليش ما عم تصوري، وين رحتي، وين اجيتي، شو صار معك. طبعا راس السنة خليني احط الكاميرا ورا. يلا ماما هلا بسخن لك. طبعا راس السنة مثل ما قلت لكم نزلنا على بيروت. انا قاعدة هون لاني هون هلا في شمس شوي. انا كتير مبسوطة. يعني تفضلوا يا صبايا اشربوا معي قهوة. عياري فنجان واحد، أكتر من فنجان خلص ما بشرب. هلا المساء مثلا بوقت اللي بشرب فيه متة شو عم اشرب؟ عم اشرب عصير، ما بقدر اشرب غرفة. حبيبي عرفتوا كيف؟ نزلنا على راس السنة، كانت سهرة كتير حلوة. متعودين انا اصور لكم، وانا كنت بتمنى اصور لكم اجواء راس السنة، كانت كتير حلوة. انبسطنا كتير. اجى البابا نويل جاب لنا للاولاد هدايا، كانت سفرة كتير حلوة. كانت سفرة كتير حلوة، اكل كتير طيب. انا حزروا على شو كيفتي يا صبايا. حماتي عملت ورق عنب وحطت اللية والشرحات تحتها، يا عيني يا عيني يا صبايا يا عيني. اكل بهالورق عنب، اكل بهالورق عنب. اكتر شيء اكتر شيء اكتر شيء اكتر شيء يا صبايا انبسطت عليه ورق العنب. كثير بحب ورق العنب، بس انه هي حرام عملت كل شيء، عملت كبة، عملت سمبوسك،
جابت السلطة، جابت جاهزة كراب وأكثر من نوع سلطة جابتهم جاهزة، وعملت مرتديلا حلبي في يعني السفرة كاملة، الحمد لله ما كانت ناقصة شيء. السهرة كانت حلوة، سهرنا تقريبا لشي الساعة 2. بس أنا يا صبايا حماتي قالت لي تعالى أضحك. حماتي شو قالت لي؟ قالت لي صار لك 2 قاعدة. قلت لها شلون؟ راس السنة الماضية فعلا، السنة الماضية تتذكروا إذا بتابعيني من هديك السنة على قناتي العائلية انكسرت إجري. يوم راس السنة انكسرت إجري هديك السنة. هي السنة الدكتور مانعني أتحرك أول شيء. صبايا قاعدة بالسهرة بس عم بسقف، لا قمت لا عملت لا سوت، ماني قدرانة. حرام حبيبي إلا لما إنه شو بدك أنا بساعدك بدل سمر، وهي كتير قام جاب حط السفرة ظبط. أنا بصراحة بيني وبينكم بيني وبينكم اكيد لكم هيك حبيت وزعلت بنفس الوقت، انه وقت الزلمه هيك بيساعد مرته بيكون سند لمرته. هون بالبيت يلا حبايب قلبي للاولاد يلا قوموا نرتب قوموا نساوي قوموا نعمل، يجلي الجليات لابس المريول. عن جد الله يديم عليه الصحه يا رب، والله يقومني بخير والسلامه. بصراحه انا بيني وبينكم بحكي بس بنهر بنفس الوقت لانه ماني متعوده. عن جد يا صبايا انا شخص بحب الشغل وماني متعودة أضل قاعدة، بس بقول إنه الحمد لله رب العالمين عم يمتحني، عم يشوف صبري. بشكر رب على كل شيء. سوري يعني معلش، هلا هرمونات الحمل بتتخربط، بضحك شوي ببكي شوي عادي. المهم يا صبايا تفضلوا اشربوا قهوة معي. أنا شخص بحب هيك أضل أحرق، ما بحب أقعد، ما بحب يعني. صدقوا انه بجوز انا قاعده وحبيب حرام ما عم يأثر ابدا بالنسبه للطبخ، بالنسبه للاولاد. حتى الاولاد مثلا من يومين بدي احمم الاولاد، انا فتت حممت لهم شعرهم، وروزي انا حممت لها جسمها. جوجو هو قال لي روحي انا بحممه وحممه ولبسه بيت. يعني الحمد لله حبيب ما عم يأثر بهالموضوع ابدا. بس بنفس الوقت بتضل هيك غصة انه والله انا قاعده مثلا وحبيب عم يشتغل. وانتم شايفين يعني اللي متابعني على سناب شات بيعرف انه سمر شخص كتير حرك، سمر شخص ما بتحب تقعد ابدا. يعني انا اذا مليت بحب اقوم اشتغل. بس الحمد لله الله يمرقها على خير. وعن جد يا صبايا بتشكركم كتير، وخلوني اشوف محبتكم لإلي. ما بدي انا بصراحة ماني حابة اترك اليوتيوب، لانه مثل ما قلت لكم انا اليوتيوب عم يملي لي وقتي. هي اول شغلة، وشغلة تانية باب رزقي. عرفتوا كيف؟ لهيك يا صبايا بدي محبتكم ودعمكم هون وبالقناة العائلية. يعني أنا بصراحة القناة العائلية مشاهداتها صارت جدا سيئة، يعني فقدت الأمل منها. لهيك أملي هلأ بقناتي هي، أملي بهي القناة. عن جد يا صبايا بدي يعني تصوروا من 5 أيام 6 أيام، من 6 أيام أنا مصورة فيديو آخر فلوك براس، آخر فلوك ب25 2900. عرفتوا كيف يا صبايا؟ لهيك يا صبايا بدي محبتكم لإلي، بدي دعمكم. تشيروا القنوات، تخلوا رفقاتكم عائلتكم تحطوهم ستوريات انه تابعوهم، عائلة حلوة مثلا تابعوها لسمار بتقدم وصفات حلوة. وطبعا رح نرجع للوصفات بس شوي مثل ما قلت لكم بدكم تعطوني وقت. الحمد لله المرحلة اللي كانت صعبة الحمد لله الحمد لله بشكر الرب مرقت منها. عرفتوا؟ بس بنفس الوقت بدنا نضل اخذين حذرنا من هالموضوع. ما بقدر اقوم اشتغل اساوي هيك. انا بصراحة في كتير شغلات انا مشتهيتها يعني مشتهيتها وحابة اصور لكم اياها. اول شي مشتهيته فطاير البطاطا. مشتهية اساوي فطاير البطاطا انا مع فطاير سبانخ هيك بالفرن، بس بدها شغل لهيك عم بطول بالي عم بطول بالي شوي بعد بشتغل. مشتهية كمان هلا انا صار لازم اسأل الحكيم بقدر اكل سمك؟ نعم ماما. إذا بدك فطاير البطاطا قولي لبابا يساوي لك يا حرامي. روزي تعودت أي شيء بدها إياه بتقول لبابا لأني بتعرف إنه أنا تعبانة. في كتير شغلات مشتهيتها، وطبعا بس عملت أنا هاي الشغلات بدي أشارككم إياها. لهيك يا صبايا أنا آسفة إذا تأخرت عليكم بالفيديو. صحيح الفيديو كان كله حكي، بس حبيت أحكي معكم وأفضفض لكم وأحكي لكم شوي مثل ما بيقولوا بدكم تحملوني. حبايب القلب لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل شيء جديد من سوسو هوم. وراح احط لكم بالوصف السناب شات
وقناة العائلية بتمنى من الكل يروح يشترك فيها. بحبكم كتير. سلام.